السلام عليكم. طبعا مفيش حد ما بيحبش كبدة الشارع، وخصوصا بقى لو معاها شوية مكرونة. هنعمل النهاردة كبدة الشارع بأسهل وأبسط طريقة، 10 دقايق وهتكوني عملتيها وريحتها وطعمها يقلب البيت. مكونات بسيطة، جهزي المكونات ويلا بينا نعملها سوا. بس قبل ما نبدأ ما تنسيش تشتركي في القناة وتعملي لايك وتعلقي لي بكومنت حلو كده زيكم. اول حاجه معانا هنجيب طاسه نحط فيها حبه زيت حلوين. بره بيغرقوها زيت، انت طبعا مش هنعملها بزيت كتير قوي عشان برضو غلط، بس هنحط حبه زيت حلوين. ودي اللي انا هحطها دي اسمها الكلاوي، بتيجي مع الكبده، بتبقى عباره عن كور شبه الكوره كده وملفوفه بحاجه بيضه اللي هي زي الدهون، سمنه او دهن وكده. بتقطعيها سواء قطع صغيره او كبيره، بتتحط قبل الكبده طبعا على نار عاليه، ما تقلبيهاش الا لما تاخد لون عشان ما تنزلش ميه. وبتسيبيها حوالي 5 دقايق عشان تاخد سوا شويه، وخصوصا لو مقطعاها كبيره هتسيبيها وقت اطول. بعد كده اما تغير اللون وتاكد ان هي بدات تدخل في السوا، عشان هي بتاخد زي ما قلت لكم سوا اكبر، هنزل بالكبده بتاعتي وما اقلبهاش كتير، ما اقلبهاش اصلا الا لما تبدا تاخد لون. واما الاقيها اخدت لون من تحت واتاكد ان لونها اتغير تماما، وكمان وانا بقلبها هقلبها بالراحه عشان ما تتهريش معايا. هكون مجهزه بقى معايا بصلتين كبار متقطعين جوانح او 3 بصلات متوسطين، واقلبهم برضو بالراحه وما اقلبهاش كتير، تقلبتين. وبعد ما اقلبها تقلبتين هعمل جنب كده في الكبده، سواء في نصها او في الجنب على حسب درجه الحراره فيها بتبقى قويه اكتر. وهقطع حبه توم حلوين، الكبده بتعشق التوم، بره بتشم الريحه كده من اخر الشارع بسبب ان هما بيحطوا توم كتير ومعاها بقى خل. انت هتحطي توم، واول ما يبدا يغير اللون اللي هو يتحول من اللون الاصفر بتاعه للون ابيض كده، هتحطي عليه بقى فنجان من الخل. انا نسيت الخل تماما، بس انت حطي عليه خل بيعمل ريحه حلوه. وبعد ما الاقي التوم غير معايا لون وانزل بالفنجان زي ما قلتلك، هقلبهم كلهم مع بعض. وبعد كده او برضو مش هقلب كتير، هقلب تقليبه واكون مجهزه بقى معايا الفلفل مقطعاه جوانح او قطع صغيره. انا كان معايا فلفل اصفر واخضر، وقطعت فلفل حراق. بصي لو انت بتعشقي الحراق كتري، لان الكبده في الحرقيه تحفه حلوه قوي، بتديها طعم اكتر وغني كده ويبقى طعمها جميل. وتحيقيها بقى بايه؟ بكمون وملح، ما تحيقهاش بحاجه اكتر من كده، الكبده بتحب الكمون. حط لها كمون بس وملح، ما تحطيش اي توابل تانية. وبعد كده هتقلبيهم برضو تقلبتين، وخلاص الكبده غيرت معايا واتاكدت ان هي مش هتنزل ميه بقى بتاعتها، لان هي خلاص غيرت لون ودخلت في السوا. هوطي النار نص توطيه، وهغطيها، ممكن اغطيها او اسيبها كده، بس لما تغطيها بتستوي اسرع. لحد ايه بقى؟ لحد ما اقريها كده من الغطا بتاعها والاقي الزيت طلع على الوش، احس كده ان الزيت طلع على الوش، يبقى هي كده معايا بقت جاهزه وطعمها جامد وزي البره بالظبط. وممكن تاخدي واحده تدوقيها، ولو انت صايمه هتلاقي الزيت طلع على الوش، يبقى هي كده استوت معايا تمام وبقت فله. تاكليها بقى مع شويه طحينه وسلطه. الطحينه احنا عملناها قبل كده، ولو عايزه سلطه مشويات هتلاقيها برضو على القناه، ممكن انزل لكم لينك الوصفتين في في الوصف او الديسكريبشن، وهنزلها لكم برضو في الكومنتات. عايزه اقولك سلطه المشويات تحفه، والطحينه كمان حلوه، وهتعجبكم قوي الطريقه دي وجربوها.